المدارس لن تربي صالحين. خذوها مني، انا رجل تربوي من 16 عاما وانا في التربية. لن تخرج لنا رجالا صالحين. احدثكم من واقع، حتى لو انتقدني من انتقد فانا اعي ما اقول، ولعلكم من خريجي التربية ومن خريجي المدارس والجامعات، لاننا نفتقد الكوادر المؤهلة للتربية على الدين والتربية على العقيدة والتربية على السنة، الذين يهتمون بالصلاة اكثر مما يهتمون بتحية العلم. نحن نفتقد هؤلاء الذين يهتمون بالدين اكثر مما يهتمون بطابور الصباح، الذين يهتمون بالعقيدة اكثر مما يهتمون بالزي المدرسي. لكننا نعيش اليوم واقعا يهتم بالزي اكثر من العقيدة، ويهتم بالطابور اكثر من الصلاة، ويهتم بالحضور والانصراف اكثر مما يهتم بامور الدين. فهل تتصور ان هذا سينتج لنا شبابا صالحين واخيار وفضلاء؟ بل ربما يكون المدرس لا يصلي ولا يحافظ عليها، ويشرب الدخان امام الطلاب، ويمضغ القات امامهم، ويحلق لحيته، ويخالف السنة، ويضيع اشياء كثيرة، ويرقص على الاغاني.